مش السرير هو اللي كومفورت زون، مش كل كومفورت زون معناها فشل. مهندس بقيت دكتور اسنان، في الاخر بيج زيرو. نجاحك يبقى في الروتين. بنخاف نكون كويسين، اللي بيخلينا تايهين وانت جوه الكومفورت زون تحتسي القهوه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من البودكاست المفضل بتاعكم لا تعلى الريحه مع ساره معتز. بيجي كل يوم جمعه الصبح. النهارده انا جايه لكم من مكان مختلف بره الكومفورت زون، ولكن جايه اقول لكم انه مش عشان تبقوا ناجحين وشاطرين وابطال تخرجوا بره الكومفورت زون. احيانا نجاحكم بيبقى في الكومفورت زون، وان انتوا تركزوا فيها وتطوروا من نفسكم من خلالها. طبعا الناس بتبص عليا، مش مهم. ده ده انا بتحدى الرهاب الاجتماعي. ليه اتربينا ان احنا لازم نتوجع ونعاني عشان نبقى ناجحين ومنتجين، ان احنا نبقى productive جدا ومكافحين؟ ليه دايما الناس والسوشيال ميديا بتبيع او بتقدر المعاناة، وبتقدر القصص البطولية، مش القصص الناس اللي اشتغلت بذكاء بدون تعب. انجح بذكاء، مش بتعب، مش بكتر المجهود، ولكن بالبلانز وبالتخطيط، وبانك تبقى مش تايه وعارف انت عايز ايه. احنا الدوبامين بتاعنا والناس اللي حوالينا والمجتمع بيحب الحاجات الغريبة، بيحب قصص الكفاح الفظيعة في الحلقة دي هقول لكم ازاي ما نبقاش تايهين و... ونركز سواء جوه الكومفورت زون او براها. كل الناس بتيجي تقول لكم ما تطلعوا بره الكومفورت زون، بس في حد قال لكم تطلعوا فين او تطلعوا ازاي وامتى وايه تمن الخروج بره الكومفورت زون؟ فيديوهات كتير وبابليك سبيكرز كتير وبودكاست كتير. اخرج بره الكومفورت زون. ما تبقاش حد ما يحبش ياخد الريسك ويخاطر بوقته وبحياته. المخاطرة حلوة، ماشي. طب هخاطر بعدين هخسر ايه؟ انت خسرت ايه لما انت خرجت بره الكومفورت زون؟ وليه لازم اخرج بره الكومفورت زون بتاعتي، بره اللي متعود عليه عشان انجح؟ وليه بجد ما حدش بيصور السنين الهادية المملة، الروتين والتكرار؟ كله بيصور قد ايه هو بيعمل حاجات مختلفة، قد ايه هو دايما بيغير، قد ايه هو مش روتيني. بيصوروا بس الحاجات اللي تحسسك ان انت ازاي قاعد مكانك، ازاي كل يوم بتصحى بتفطر بتاكل بتشتغل. انت حياتك مملة جدا. بس كل الناس عندها روتين حتى وان ما ظهروش ده. السوشيال ميديا بقت شبه حاجات عندنا في الحياة. ايه اللي بيطلع ترند؟ حاجة فرقعت، حاجة غريبة. مش شخص بينزل محتوى عادي طبيعي، لا، شخص عمل حاجة تفرقع فبقى ترند، بقى كل الناس تتكلم عنه. كمان في الحياة في كده، الشخص الطبيعي الهادي اللي في حاله، اللي بيعمل شغل معين أو مهارة معينة بشكل مستمر، محدش بيعمل هايلايت عليه. ولكن احنا الهوا هيطيرنا، ولكن احنا بنعمل هايلايت على الشخص اللي بيعمل حاجة بطولية، حاجة مش عادية. طلع ازاي؟ طلعت من تحت الصفر. ازاي من دكتور بقيت مصور افلام عالمي؟ ازاي بقيت من مهندس بقيت دكتور اسنان؟ ده اللي بينفع مع الناس بتحب كده، انه اخرج بره كومفورت زون، خليك ناقم على حياتك. لا، احيانا النجاح ان انت تبقى مركز في الكومفورت زون، عندك كونسيستنسي، حاسس بالمسؤوليه، بتعمل اللي انت بتعمله كل يوم، فبتبقى بروفيشنال فيه، فبتعمله بشكل طبيعي من غير مجهود. بس الذكاء هنا فين؟ هنا البلوت تويست. ان انت مش معنى ان انت بتعمل حاجه كل يوم فتفضل زي ما انت فيها. الذكاء انك تتطور فيها وتنمو عشان تروح next step حتى وانت في الكومفورت زون. فمش معنى الكومفورت زون او الكومفورت جوب او ايا كان كومفورت ايه حاجه معناها كسل، معناها خوف من انك تبقى ريسك تيكر، خوف من الخطوات الجايه، معناها ان انت شخص مش نو ريسك نو فن. لا، احيانا كومفورت زون معناها كونسيستنسي وثبات وشعور بالمسؤوليه تجاه اللي انت بتعمله دلوقتي، انك عايز تطوره وتوصل فيه وتتميز فيه وانت جوه الكومفورت زون، وانت قاعد كده تحتسي القهوه. طبعا متابعيني اللزاز هيركزوا ان انا النهارده مش طالعه بقهوه، بس
القهوة خلصت وشربتها ومش قادرة أمسك حاجة، كفاية الجو، كفاية ماسكة النوت بوك والمعاك. وهقول لكم مثال ممكن يبقى كرنج أو كليشيه شوية، بس لعيبة الكورة المحترفين عمرهم ما كانوا احترفوا لو كانوا خرجوا بره الكومفورت زون. وايه الكومفورت زون بتاعته؟ انه يتمرن جوه الملعب كل يوم كل يوم. لو كل يوم غير الخطة وغير الملعب وغير المدرب، هو عمره ما هيوصل لحاجة، لان هو هيبقى بيشتت نفسه فهيبقى تايه. ولو فضل ماشي على نفس الخطة لمدة سنين مش هيتطور وهيفضل مكانه. فالفكرة ان هو يبقى ملتزم ويبقى كونسيستنت وبيعمل حاجة كل يوم بيتمرن، ولكن في لحظة هيتعود على التمرين، جسمه هياخد زي الدواء كده بالظبط، اللي هو لما جسمك بياخد عليه انت محتاج تغيره عشان تلاقي نتيجة. من كتر ما احنا بنتعود على حاجة معينة وشغل معين نبقى شاطرين جدا فيه، محتاجين نطور فيه سكيل معين. اكيد في حاجه احنا ما وصلنالهاش. الذكاء انك تبقى عارف انك مهما وصلت انت لسه ما وصلتش، او انت لسه ما بقتش علامه. ما فيش حد كبير على العلم وكبير على التطور وكبير عن ان هو يبقى احسن في الفيلد اللي هو فيه. وانت هتتطور لما انت تفهم اللي انت بتعمله، مش وانت تايه. طيب ايه اللي بيخلينا تايهين وايه اللي بيخلينا فاهمين اللي احنا بنعمله؟ هتفهم اللي انت بتعمله زي المذاكره، لما بتذاكر ماده كتير بتفهمها اذا ما كنتش بتحفظها من كتر ما انت ذاكرتها. نفس القصه في اي حاجه في حياتنا، انت هتفهم نفسك وهتفهم اللي بتعمله من كتر ما انت بتكرره. ولكن امتى هتبقى تايه؟ لما كل ما تمسك مثلا مسكت اشتغلت شغلانه معينه فقلت ايه ده، كفاياني، انا بقالي 6 شهور في الشغلانه دي، انا عايزه اروح اتعلم حاجه تانية بسرعه. حتى لو هي حابه الشغل ده، شغل معين انا حابه اشتغله انا مبسوطه فيه، اوكي، ليه احط لنفسي اللي هو لا انا مش هفضل في الشغل ده اكتر من سنه؟ طب افرض انا لسه بتعلم، امتى اقرر ان انا اسيب الجوب بوزيشن ده او ان انا اغير الشركه لشركه تانية؟ لما احس ان انا ما بضيفش حاجه لنفسي، انا اللي بعمله بعمله كل يوم، بقيت شاطره فيه جدا، بس انا واقفه دلوقتي عند حته معينه مش عارفه اطلع عنها. فساعتها انت لازم تروح لحاجه تانية، مش هتطلع بره كومفورت زون بس، حته اسمها ستريتش زون. انا عندي 3 مين بيلرز، عندي كومفورت زون، عندي ستريتش زون، عندي بانيك زون. اغلبنا بيروح من الكومفورت للبانيك. ليه؟ بحجه الخروج من الكومفورت زون ان انت تعمل حاجه مجنونه جدا، تطرقع، تتشقلب، تبقى من زي ما بقول لكم من مهندس تبقى دكتور، من دكتور تبقى محامي، عشان تبقى جامد جدا ونجحت في حاجه غريبه. احنا الدوبامين بتاعنا والناس اللي حوالينا والمجتمع بيحب الحاجات الغريبه، بيحب قصص الكفاح الفظيعه، ما بيحبش الحاجات الطبيعيه. نجحت بس نجحت بروتين عادي، نجحت من غير ما اتعب واتمرمط، او ان انا يعني اتوه واروح واجي في كذا حته لحد ما عرفت شغفي. عادي، ممكن تبقى انت غير اللي انت بتتفرج عليه، ممكن اللي انت بتتفرج عليه ده يبقى فعلا ما لقاش شغفه غير لما خرج بره الكومفورت زون وغير اللي هو بيعمله. ولكن انت غير، ما تقارنش دايما نفسك بحد. وخدوا بالكم الخوف حلو، الخوف بيخلينا نتطور ونحس ان هو ايه ده، احنا ممكن في حاجة فايتانا تانية محتاجين نتعلمها. ولكن الخوف الزايد بيخليك مشلول، انت مش عارف تغير من نفسك، وبيخليك واقف بس خايف. انت لا عارف تروح قدام ولا عارف تطور في اللي انت بتعمله ولا عارف تبقى روتيني حتى. عندي سؤال ليكوا كده، اخر مرة حسيتوا بانهيار فيها او بيرن اوت، حسيتوا ان انتوا اللي هو انا مش قادرة اكمل في اللي انا بعمله، هل ده كان انذار ليكوا ولا كان اشاره ان انتوا بقيتوا منتجين جدا فمن كتر ما وصلتوا للبيك بتاع الانتاج بتاعكم انتوا مش قادرين تدوا اكتر؟ انا عن نفسي لما حسيت بكده كان انذار ان انا محتاجه امشي من المكان اللي انا فيه، محتاجه اسيب الشغل اللي انا فيه علشان ده مش مكاني. فانا عرفت وفهمت نفسي انه كان انذار. 3 main pillars: comfort, stretch, panic zone. ليه احنا كلنا اغلبنا بيروح من الكومفورت زون ينط للبانيك زون؟ لانه في كذا عامل. اول حاجه المقارنات، زي ما قلت لكم، بتقارن نفسك بحد ساب شغله وراح شغل تاني، بتقارن نفسك بحد سافر لبلد تانية، ما قعدش يعمل حاجة روتينية. تاني حاجة استعجال النتائج، انت بتلاقي نفسك في الكومفورت زون بتعمل حاجة كل يوم بس لسه النتيجة ما ظهرتش بعد شهر ولا 2 ولا سنة، فبتحس انه انا بعمل ايه، انا محتاج اغير الكارير اللي انا فيه ده. تالت حاجة الخوف من الهدوء والروتين، زي ما قلت لكم العالم بقى يصور الروتين ان هو شيء من الفشل. الفشل انك تبقى شخص روتيني، النجاح انك تبقى شخص بيغير وبتروح وبتيجي وبتوتر نفسك وبتلهي نفسك ومش عارف ايه. حاجة كمان
الاحساس بان ان انت being missed، انت missed out، انت في حاجه فايتاك. انت متاخر، انت الطريق، الطريق بالنسبه لك اللي هو سباق. انا اخر واحد في السباق، انت مش في سباق، انت في سباقك لوحدك. مفيش حد بيجري وراك، انت اللي بتجري ورا نفسك. لو انت عايز تتطور علشانها، مش علشان حد، مش عشان فلان اللي على الانترنت وصل، ولا صاحبتي اللي مش عارف ايه بقت فين وانا لسه. كل حد ليه وقته. ولكن امتى كل حد ليه وقته؟ لما تبقى بتسعى وبتعمل اللي عليك وعندك كونسستنسي والتزام وحاسس بالمسؤوليه ولسه ما وصلتش. لكن ما تبقاش قاعد نايم في البيت كسول، قاعد على السرير وتقول ان السرير هو الكومفورت زون. مش السرير هو اللي كومفورت زون. الكومفورت زون اللي بتكلم عليها هي الروتين. حاجه كمان حابه اقولها لكم، احيانا احنا للاسف اغلبنا وانا زيكم بنخاف نكون كويسين عشان مش هنظهر ابطال للمجتمع او لنفسنا. يعني ايه؟ يعني بنخاف ان احنا قصتنا تكون ممله لما تيجي تتحكي، ممله قدام نفسنا. مش قصه بطوليه تبهر زي ما قلت لكم. مش لازم تكون بطل، انت بطل قصتك لوحدك. مش لازم تكون عملت حاجه خارقه للطبيعه عشان تبقى شخص ناجح وفظيع ومفيش منك اتنين والناس كلها تحكي عنك. اصلا احسن ان محدش يحكي عنك. مش شرط الناس تقول قد ايه انت واحد تحفة وفظيع وبتعمل حاجات غير متوقعة وغير طبيعية و... وانت جاي من كوكب المريخ عشان تبقى انت ناجح. ممكن زي ما قلت لكم نجاحك يبقى في الروتين، نجاحك والبرودكتيفيتي بتاعتك في تبقى تكرار اللي انت بتعمله لحد ما تبقى بروفيشنال فيه، لحد ما تتقنه جدا. ساعتها تنقل على الستيب اللي بعدها، عشان لازم تتطور، مش هتفضل في نفس المكان. طيب هنيجي للبراكتيكال بارت، او هعمل لكم فريم ورك اللي هو اقول لكم ازاي نعمل ده ولكن بشكل عملي. يعني بدل ما تيجي تسأل نفسك اللي هو اخرج من الكومفورت زون ازاي واروح فين وليه وتبقى تايه، قول لنفسك انا شاطره في ايه. انت شاطر في ايه؟ طيب انا شاطره في الرسم مثلا. طيب انت شاطره في الرسم، ازاي ممكن تطوري نفسك؟ ايه اللي ناقصك عشان تبقي بروفيشنال في الرسم ده؟ اه والله ناقصني ان انا ادرب ايدي كتير، ناقصني ان انا اخد كورسز في انواع رسم معينه، في لوح معينه، مش عارف ايه، ادور على ناس شبهي في نفس المجال عشان اتعلم منهم ويدوني من خبرتهم. سو مع ده كله، هل تنقصني الدقه ان انا ابقى شخص دقيق في رسمي؟ حاسه بالمسؤوليه تجاه الموضوع ولا واخداه فور فن؟ هل انا عايزاه از كارير ان انا اشتغل، ابقى ارتست وفنانه واخد الموضوع ل يعني لايه، لانذر ليفل، يبقى مصدر دخل ليا، سواء بقى ابقى ببيع لوحاتي، اشارك في معارض، في كتير اسبكتس كتير قوي انت اللي بتختارها. وانك تبقى ملتزم وكونسيستنت بالحاجه انك بتعملها كل يوم. وادور على الحاجه اللي مخوفاني، ولكن مخوفاني بنسبه ما بين العشرة ل15%. ايه معنى نسبه من 10 15%؟ معنى ان هو يبقى خوف مش خطر، خوف مش زايد عن حده فيخليك مشلول مش عارف توصل لحاجه. لا، الخوف ده هيخليك يعني خايف ان انت مثلا تاخد الكورس ده فترسك ان انت بعد ما تاخد الكورس في مثلا رسم الزيت مثلا فتطلع مش شاطر فيه. لا، هنا انت لازم تاخد الريسك، علشان ده مادام انت في نفس المجال وعايز تطور نفسك، مش هتلاقي نفسك غير لما تجرب. واي حاجة جربتها سواء نجحت او فشلت هي ضافت لك. اي شيء بيتجرب هو بيضيف لك، سواء انت كنت واعي بده او انت مش واعي بده. لو ما ضافلكش ماديا او ما ضافلكش كسكيلز، هيضيف لك كسوفت سكيلز. مش لازم تبقى هارد سكيلز او هي براكتيكال تفيدك في مجالك، ولكن هيضيف لك كسوفت سكيلز في حياتك عن تجربة شخصية. وانك تنمو وتتطور وتنضج، مش ان انت تطير وتبقى بجناحين وتبقى عكس الناس كلها ديناصور. لا، هو ان انت تعمل داونلود للسكيلز بتاعتك بشكل تدريجي، تتقن كل مهارة عندك وتتقن كل شغل انت اشتغلته بذكاء وبراحة وبتأني، علشان انك تبقى بتتشقلب من شغل لشغل لشغل لشغل، تبقى بتعمل مليون حاجة في نفس الوقت، حاجات مش علاقة ببعض، عشان تبقى بس باين قدام نفسك انك منتج. ده مش صح. ده كان تفكيري في يوم من الايام وده مش صح. اه والله انت بتعملي ايه؟ انا بشتغل كذا وبعمل كذا وعندي براند وبعمل كونتنت ومش عارف ايه. ماشي يا فرحتي، في الاخر بيج زيرو. ما ركزتيش في حاجه معينه فما وصلتيش لحاجه. انت بتعملي كذا حاجه بس انت ما وصلتيش ولا حاجه.
يبقى كده انا بينقصني ايه؟ بينقصني الدقة وبينقصني consistency، عشان في حاجة كده كده هتأثر على حاجة. محتاجة امسك حاجة واركز فيها. ممكن ابقى بعمل ده كله بس اركز ان كل حاجة اعملها بدقة. زي ما قلت لكم في حلقة بتاعت اتوميك هابتس، ان احنا نطور العادات بتاعتنا حتى لو يعني 1% تطوير هيبقى ليها اثر بعد كام شهر على البروجكت كله او على الحاجة اللي انت فيه كلها. مش شرط ان انت تغير عادة بنسبة 50% عشان تحس بالتغيير. التغيير السريع ده تغيير خطر، ده انذار ان انت ما عملتش حاجة. التغيير التدريجي بتلاقي نتيجته ونجاحه بتبهر بجد، بس بتبهرك بعد فترة. انت لازم يعني اهم حاجة في الدنيا الواحد يكون صبور، صبور على نفسه وعلى تطوره كسكيلز، على تطور على وصوله للنجاح، على وصوله لحاجة معينة، ايا كان بروجكت، كان شغل، على ترقية. ومش كل خوف انك تبقى خايف انك تاخد خطوة معينة تبقى ريسك تيكر معناه نجاح، ممكن يبقى انذار. ومش كل كومفورت زون معناها فشل، ممكن تبقى بالعكس محتاجة منك شوية تركيز. مش كل راحة معناها غلط، ومش كل راحة معناها ان انت فاشل وان انت غير الناس اللي سافرت واتغربت وسابت بلدها وبتعافر، ما بيناموش وما بيصحوش لا بيصحوا عادي يعني، ما بيناموش ما بياكلوش وموتين نفسيهم. يا عم يمكن هو ربنا كاتب عليهم الشقة عشان يوصلوا لحاجة، يمكن ربنا انت مش كاتب لك كده، يمكن ربنا كاتب لك انك رزقك في حاجة سهلة انت فيها مرتاح. انت اللي هتحدد، مخك لازم يشتغل. وزي ما قلت لكم بقول لكم في كل حلقة، خليك ذكي، خليك ذكي، مش شجاع بدون وعي وبدون نضج وانت اعمى. عارفين الحب الاعمى فيه شجاعة وريسك تيكينج اعمى، اللي هو يلا انا الواحد هيعيش كم مرة. ماشي، احيانا الواحد بيحتاج يقول ان هو الواحد هيعيش كم مرة، بس احيانا ما بيبقاش ده الصح. احيانا محتاج تتفكر بذكاء، مش بعين عامية عايزة بس توصل. احذروا وخدوا بالكم من التوكسيك برودكتيفيتي. ايه هي؟ انك تبقى productive بس بان انت ترهق نفسك وتبقى بتعاني، فانت فاكر نفسك الله انا بقالي شهرين ما نمتش، انا بقالي 3 شهور ما باكلش كويس، انا بقالي 3 شهور مش عارف اشوف صحابي، اعمل ايه بقى؟ انا work holic دي حاجة مش كويسة ابدا، مش بتخليك تتطور، مش بتخليك توصل لحاجة، غير ان انت بتبقى بتكافئ نفسك على المعاناة. لازم نشيل من دماغنا فكرة المكافأة على المعاناة، حتى لو المجتمع بيكافئ اللي بيعانوا. كون انت بره القاعدة دي. اخر حاجة هقولها، انك لو فهمت نفسك مش هتحتاج تحاربها. انت مش لازم تحارب نفسك وتحارب اللي بيريحها وتحارب اللي بتحبه عشان تبقى ناجح. افهمها، مش هتحاربها وهتتقبلها زي ما هي وهتطورها وتوصل للي انت عايزه وبس. دي كانت الحلقة بتاعت النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم وأتمنى تستفادوا منها. وكل حد يكتب لي لو حابب experience لي في الكومنتس، عمل ايه لما سمع فكرة ان هو يخرج بره الكومفورت زون، وهل فعلا خرج ولا هو لاقي نفسه ولاقي تطوره ونجاحه في الكومفورت زون. بس اشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست لا تعذر الريحة مع سارة معتز، كل يوم جمعة الصبح.